السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني في فيديو جديد. الفيديو النهارده هكلمكم فيه عن موضوع مهم جدا جدا. خلاص المنحه التركيه قربت تقفل، اتبقى عليها 5 ايام، لكن قبل ما تقفل تقدر تلحق نفسك وتضمن لنفسك نسبه قبول اعلى بكتير جدا في المنحه التركيه عن طريق انك تكمل الفيديو ده للاخر، او لو ما كنتش قدمت اصلا تقدر تتواصل معايا وانا اقدم لك بنفسي بشكل احترافي وبخبره سابقه تضمن لك نسبه قبول اعلى بكتير جدا في المنحه التركيه. الفيديو بتاع النهارده كمان مهم جدا جدا ليك لو انت هتقدم على حسابك الخاص في الجامعات التركيه، او لو انت كمان جاي تركيا سياحه، او لو انت بتفكر تيجي تركيا اقامه. لان في الفيديو بتاع النهارده انا هكلمك فيه عن افضل 10 مدن وجامعات في تركيا، وكمان العكس هكلمك فيه عن أسوأ 10 مدن وجامعات ما تدخلهمش وما تجيهمش هنا في تركيا، عشان تاخد بالك بس كويس جدا جدا من انت ايه المدينه اللي انت هتيجي عليها هنا في تركيا، ايه الجامعه اللي انت هتيجي عليها هنا في تركيا، الجامعه مصاريفها هل هي كويسه ولا لا، المدينه نفسها برضو هل المدينه برضو فيها عنصريه او لا، هل فيها فرص عمل او لا، هل الحياه فيها رخيصه او لا، هل المدينه نفسها مهيئه وفيها اجواء جميله وفسحات وخروجات كويسه او لا. فيديو مهم جدا، يعني هيشمل كل حاجه ليها علاقه بتركيا حرفيا. عشان كده ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس تحط لك للفيديو لو اعجبك، وكمان تكتب لي في التعليقات ارائك في الفيديوهات وكمان الحاجات اللي انت عايز تعرفها او تشوفها من تركيا في الفيديوهات الجايه. طيب خلينا نبدا الفيديو بتاعنا على طول. احنا عندنا هنا في تركيا دلوقتي 81 ولايه او 81 مدينه، وبقرار كده رئاسي هنعمل في كل مدينه جامعه. عشان كده دلوقتي بقى عندنا في تركيا اكتر من 130 جامعه، في كل مدينه اكتر حتى من جامعه. طيب انت دلوقتي سواء هتيجي تركيا سياحه، هتيجي تركيا دراسه، انت بتفكر ان انت تيجي تركيا، عايز تيجي مدينه كويسه لان انت مش صاحب بلد هنا او انت ما اتولدتش في المكان ده، فانت بتدور على مكان افضل، يعني انت بتطلع من مكان للمكان الافضل منه عشان تضمن لنفسك حياه معيشيه افضل. طيب ايه هي المدن الافضل هنا في تركيا؟ اولا كده قبل ما اقول لك على المدن الافضل هنا في تركيا هقول لك على الاسوأ في تركيا واللي انت ما تقربش منهم خالص، لان المدن دي مش مدن كويسه هنا في تركيا، او حتى هتلاقي فيها بعض المشاكل شويه. ممكن نقول مثلا في الخلاصه بتاعه الموضوع ده كاجزاء معينه نحددها كده كلها، ان انت ما تجيش خلاص الاجزاء اللي فيها المدن دي خالص. زي مثلا الاجزاء الحدوديه مع تركيا، خاصه الاجزاء الحدوديه العربيه، يعني المدن اللي هي على الحدود العربيه، زي المدن اللي على الحدود السوريه والعراقيه، لان المدن دي غالبيتها اكراد، وكمان هناك الوضع مش امن حاجه. هل في عنصريه هناك؟ ما فيش عنصريه، لكن هناك ما فيش، يعني مثلا لو انت جاي سياحه مش هتلاقي المكان اللي هو السياحه اكتر حاجه، يعني او مش هتلاقي مثلا المكان اللي هو يعني هتقضي فيه وقت حلو مثلا او كده، لا هتلاقي ان غالبيه الجو هناك صحراوي شويه، وكمان الناس هناك ما فيش اي اختلاف خالص عن الناس العربيه، فهتلاقي ان الموضوع ما فيهوش اي اختلاف خالص. فانا من رايي ما يستحقش انك انت تيجي تركيا على الاماكن اللي هناك. في بعض المدن طبعا باستثنائها طبعا، عندنا زي مدينه ماردين في الاجزاء الجنوبيه اللي هي مع الحدود مع سوريا والعراق. فعندنا مدينه ماردين مدينه تاريخيه ومدينه كويسه جدا فيها سياحه، تقدر تروح بس كزياره فقط، لكن ان انت تدرس حتى في جامعه ماردين، فجامعه ماردين نفسها برضو فيها تخصصات كتير جدا بالعربي، كجامعه برضو اسعارها الى حد ما متوسطه، لكن قوه مثلا او كده انا نفسي اتقابلت في ماردين وما رضيتش اروحها، وبعيده جدا عن اسطنبول. في عندنا مثلا مدينه غازي عنتاب، مدينه غازي عنتاب برضو ممكن تجيها سياحه فقط يوم اتنين كده خلاص، لكن ما تقعدش فيها او ما تسكنش فيها طبعا. لكن كجامعه غازي عنتاب جامعه قويه جدا فيها تخصصات قويه جدا جدا، لكن الجامعه غاليه حبتين شويه كده. لكن كمدينه مثلا مدينه كويسه ما فيهاش عنصريه، المدينه ممتاز. انا عشت في غازي عنتاب اصلا، فهي كانت مدينه ممتازه جدا، الاكل هناك خرافي حرفيا. فدي برضو مدينه من المدن في الاجزاء الجنوبيه دي اللي انت ما تروحهاش، يعني انت لو هتروح المدن دي ممكن تروح فقط سياحه، زي مثلا غازي عنتاب، ماردين، اورفا، كهرمان مراش، عشان كهرمان مراش فيها الدندورما اللي هو الايس كريم بتاع تركيا ده. ف دي بس المدن اللي هناك. طيب ايه المدن التانية اللي انت ممكن تبعد عنها؟ المدن اللي هي فيها غالبية عنصرية، زي مثلا مدينة اسمها مدينة بولو. مدينة بولو هي مدينة وفيها جامعة بولو، جامعة بولو برضو من الجامعات او من اسوأ الجامعات في تركيا، ومدينة بولو من اسوأ المدن في تركيا. مدينة بولو فيها سياحة شوية، حاجة بسيطة جدا هي اللي حصل فيها الحريق اللي فات ده، لكن كمدينة اصلا فبتحكمها المعارضة. وعشان بيحكمها المعارضة اللي هو انا مش هذكر اسمه طبعا في الفيديو، لكن هو راجل مش احسن حاجة وبيضايق على
على العرب بشكل خرافي. حتى الطلاب هناك، في بعض الطلاب ما بيرضاش يديهم اصلا اقامه، فعشان كده معظم الطلاب اللي بيدرسوا في الجامعه بتاعته هناك كلهم سابوا الجامعه وسابوا المدينه وطلعوا منها. فجامعه وحشه وسيئه جدا جدا، بتبيع مقاعد وبتمشي شمال، وجامعه اصلا يعني حتى الاسعار بتاعتها غاليه ومبالغ فيها، وكمان كمدينه مدينه سيئه ووحشه جدا. طيب انا عندي هنا الخريطه اهو بتاعت تركيا، هحط لكم برده الخريطه في الفيديو. عندنا هنا المدن بتاعت الجزء الجنوبي اللي هو على الحدود مع سوريا والعراق اللي انا قلت لكم عليه. في عندنا من المدن دي اللي هي مدينه حقاري، شرناق، ماردين اللي انا قلت لكم هنستثنيها طبعا. شانلي اورفا برده، شانلي اورفا على فكره كويسه لحد ما. عندنا غازي عنتاب، عندنا السيرت، عندنا بطمان، عندنا ديار بكر، عندنا اديمن، عندنا ما اعرفش كهرمان مرعش، مدن كتير جدا. بص المدن دي كلها غالبيتها مش هتلاقيها حتى في المنحه التركيه، فما تقلقش لو لقيتها في المنحه التركيه تخطوها ما تحطهاش. لو انت جاي سياحه ما تجيهاش، لو انت مثلا جاي دراسه على حسابك الخاص برضو ما تجيهاش، لان المدن بعيده جدا ومدن يعني الجامعات بتاعتها مش احسن حاجه. عندنا برضو من المدن دي لو مشينا برضو على الحدود مع ايران مثلا وارمنستان وكده، هنلاقي عندنا فان مثلا، بيتلس، عندنا موش، عندنا بنجل بتبيع مقاعد كجامعه لو انت هتقدم على حسابك الخاص ما تروحهاش. في عندنا مثلا ارزروم كجامعه كويسه جدا قويه غاليه، لكن كمدينه برضو مدينه برضو كويسه هاديه شويه، لكن بعيده جدا جدا يعني. لكن انا ارجحها لك لو انت مثلا حابب جامعه قويه تقنيه، هتلاقي الجامعه هناك كويسه ممتازه جدا. طبعا انا بقول لكم الكلام ده كله عن تجربتي وتجاربي وكمان تجارب الطلاب اللي انا اعرفهم. يعني مش بقول لكم مثلا الكلام ده كله عن، حتى في اول فيديو كنت بقول لكم على المدن من دماغي من غير ما ابص على الخريطه لان مش محتاج. ففي عندنا بعدين بايبورت، عندنا مثلا تونجلي، عندنا ارزنجان برضو فيها جامعه فيها تخصص هندسه طيران، وفيها كمان تخصص طيران نفسه او اداره طيران. فالجامعه نفسها قويه وجامعه كويسه ممتازه جدا. كمدينه برضو هتلاقي مدينه هاديه زي ارزروم كده، لكن لو انت حابب ان انت تروح الجامعه هناك برضو ما فيش مشكله، ممكن تروحها. مدينه برضو ما فيهاش اي حاجه خالص على فكره، مدينه هتلاقيها كويسه الى حد ما. في عندنا برضو الازيغ، عندنا اديمان، عندنا مالطيا، عندنا ما اعرفش يعني. كل ما تمشي كده هتلاقي عندنا الاناضول، هنخش في الاناضول بعدين. هتلاقي عندك سيفاس، هتلاقي عندك توقات، هتلاقي عندك يوزجات، هتلاقي عندك قيصري، هتلاقي عندك المدن دي كلها مدن كويسه، مدن ما فيهاش مشكله، لكن مش احسن حاجه. يعني انا هو بقول لك انت كجاي مثلا واحد جاي سياحه او جاي دراسه او جاي، انت بتدور على الافضل. انت بص ما تدورش على اي حاجه كده وخلاص، انت دور على الافضل اللي يناسب رغباتك. انت حط لنفسك رغبات على اساسها الرغبات دي انت هتختار المدينه، هتختار الجامعه. حط لنفسك انت عايز مدينه مثلا قريبه من اسطنبول، مدينه سياحيه، مدينه فيها فرص عمل، مدينه هاديه، مدينه مثلا فيها جمال طبيعي مثلا، مدينه. حط لنفسك الاساسيات دي وعلى اساسها اختار. لو انت حطيت لنفسك الاساسيات دي، هتيجي عند المدن اللي انا قلت لك عليها مش هتروحها. فاحنا كده عدينا مدن سيئه كتيره جدا. فنخش دلوقتي في افضل 10 مدن وجامعات في تركيا. هقول لك الاساس. اول حاجه المدن هقيم لك على اساس هل المدينه دي فيها فرص عمل كويسه، هل المدينه دي هاديه، هل المدينه دي فيها سياحه، هل المدينه دي ما فيهاش عنصريه، هل المدينه رخيصه او لا. تاني حاجه هقيم لك برضو الجامعه. مدينه يعني هم هنا في تركيا مسمينها اصلا مدينه ما تروحهاش الا وانت معاك حبيبه، لانها مدينه منفتحه شويه، لكن طبعا يعني ممكن هتحسها كده او كمان سياحيه وممتازه جدا جدا. برضو انت هناك ما تجيش تقول لي مش لاقي شغل، لان كلها شغل حرفيا، لان خاصه لو معاك لغه انجليزي